يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إلى نهاية الآيات. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ومن يتعفف يعفه الله. في الآونة الأخيرة وجدنا مثلا عمك الحاج فلان كان بيتصدق في زمن أو في مدة معينة على فلان ده كان صغير مثلا ما كانش في حد بيعوله، فكبر فلان ربنا كرمه بقى له قيمة. تلاقي عمك فلان بيقول له: أنت نسيت نفسك يالا، أنا بكلمك في واقع دلوقتي وفي مشكلة أنا نفسي حاضرها. يقول لك: انت نسيت نفسك يالا، نسيت لما كنا بنعمل معاك 1 2 3، نسيتوا لما كنتوا جعانين وكان بيحصل كذا وكذا وكذا، انتوا ما كنتش مثلا لاقيين لكم مأوى ولا سكن. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بطلت، ملهاش لازمه خلاص يا حبيبي، ده انقلبت من خير الى شر ومن حسنات الى سيئات. انت عايز تتخيل ان انت بتمن عليه من اللي ربنا اعطاه ليك؟ ده انت نفقتك على ابنك وزوجتك والله لو لم يعينك الله ما استطعت. احنا لسه بنقول من شويه في الخطبه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هناك من العباد من اختصهم الله لمنافع العباد واقرها فيهم ما داموا فيها، ان هم بيؤدوها للناس، فان منعوها أخذها الله منهم وحولها إلى غيرهم. الموضوع مش بإيدك يا عم الحاج. ومن ناحية تانية تلاقي الطرف التاني بينكر وبيقول لك محدش ادانا ومحدش عمل لنا ومحدش سوانا. سبحان الله، لا غني شاكر ولا فقير متعفف. فاحنا المفروض اولا انت يا عم تصدقت بصدقة، عملت حاجة كويسة، ما فيش مشكلة يعني، خلاص عملت خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجلا، دي في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه ستظلل او ياخذك ظل عرش الرحمن يوم القيامه يوم تدنو الشمس من الرؤوس. ونصيحه لكل واحد، انا برضو حضرت والله مشكله في مسجد. انت بتتكلم في مسجد، انت بتتكلم في ايه؟ انت ناسي ان احنا مشاركين في المسجد ده زينا زيك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا بتبنوا في المسجد ولا بنيتوا مسجد وساهمتوا فيه؟ جايين تصلوا لله ولا جايين تتفخروا كل واحد اللي جاب له مش عارف ايه واللي جاب له مروحه واللي شارك في الاساس واللي هكذا؟ من عمل هذه الاعمال رياء فعمله مردود عليه غير مقبول، ومن عمل أعمال الخير إرضاء لله سبحانه وتعالى كان عمله عند الله مرفوع. إذن نصيحة لكل من يتصدق: إن استطعت أن تخفي وكان بإمكانك فاخفيها، وإن لم تستطع فلا تمنها. ونصيحة إلى من كان يعيش في خير أحد الناس في يوم من الأيام: لا تنكر فضل الناس عليك، لأن الذي ينكر فضل الناس عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. والطرفين لابد أن يعلموا أن ذلك من فضل الله عليهم.